قدم أليكس وإيفا من بلد داخل الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، وهذا يمنحهم تلقائياً تأميناً صحياً في أيسلندا. جميع القادمين الجدد إلى أيسلندا يحصلون على التأمين الصحي الأيسلندي بعد مرور 6 أشهر على إقامتهم، وذلك بغض النظر على بلدهم الأصلي. لديهم شك بأن دافيد يعاني من تأخر في النضج، لكنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع حالته. ناقشوا شكوكهم مع موظفي روضة الأطفال، فنصحوهم بالاتصال بطبيب العائلة. فزارت العائلة الطبيب مع دافيد. لم يحتاج أليكس لمترجم، فقد أصبح يتكلم اللغة الإنجليزية بنوع ما من الطلاقة، وذلك بعد مشاهدته للأجزاء 10 الكاملة من المسلسل الأمريكي الأصدقاء أو فريندز. في المستوصف أخبروهم أن من حقهم أن يتواجد مترجم معهم في كل زياراتهم للطبيب، وأعلموهم عن مركز الاستشارات شيونر هوتل الذي تديره الجمعية الإنسانية تروشكا. هناك يستطيع أهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذهاب لتلقي المساعدة. وجد طبيب العائلة أن دافيد يحتاج إلى فحوصات أكثر تخصصاً. فوجههم إلى طبيب مختص. شكت الطبيبة المختصة أن دافيد يعاني من تأخر في النضج، ووجهته إلى المركز الحكومي للتشخيص للخضوع إلى فحوصات أكثر دقة. جميع هذه الزيارات مجانية للأطفال. يجب أن يتمتع جميع الأطفال بفرص متساوية. إن كنت ترغب بالمزيد من المعلومات، اتصل بنا على رقم الهاتف 588-9390 أو على البريد الإلكتروني troshkahelp@troshkahelp.rs.